السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم أسماء بالقط في فيديو جديد. تعرفوا وانا نصور لكم في الكاطو هذا تفكرت قدا عندي ما صورتش وصفه نتاع حلويات، صورت لكم بكل حب، راح نديروا به سكسي عظيم. النتيجه في الاخير خرجت بزاف 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 هايله. ننصحكم تجربوه، واحد الميكس رائع، راهو بزاف طوندونس ميكسيت لكم فيه، راح تكونوا نتوما الاوائل اللي راح نديروا الوصفه هذه باسكو مازال ما خرجتش مره. وبيان سور ولا كان عجبتكم ديروا جيم باش يطلع لي الفيديو برك. ما تنسوش الاشتراكات تاعكم. مرحبا بالجميع، المشتركات الجدد، المشتركات القدم ثاني دائما منوريني. هذه هي الوصفه تاعنا كما راكم تشوفوا فيها. راح ندخل معكم باسكو كل شوكولا قديه تزيدي لها الزيت. المهم هنا الزيت تزيديه حتى تحصلي على هذاك اللمعه، الشكل اللامع والسائل. نجيبوا المول تاعنا. بالنسبه للمول استعملت هذا كما راكم تشوفوا، جاي على شكل كعكعات او جديد في السوق، وجاي مغلوق هكذا من داخل، يعني يعطيكم لا فورم تاع كعكعات مغلوقين. لكن ملاحظه كي تشريو المول تاعكم انتبهوا ليه باسكو راهم يتباعوا كاينين اللي تلقاوهم فرواسي شويه هذاك المول، فبالتالي الحبه تاعك ما راحش تجي مخدومه متحوفه مليح وما تجيش مفينيه مليح. هذه ملاحظه فقط باسكو انا تكلحت وشريت مول شويه ماهوش مسقم بيان يعني. فقط نروحوا المرحله الاولى، نجيبوا الشوكولا تاعنا ونديروها بشكل هكذا سطحي فقط من فوق، يعني وين من بعد باش الطبقه الثانيه والثالثه يلصقوا مليح. ندهنوا المول تاعنا كامل بالشكل هذا، نروح معاه بالعقل ونحطوه في الكونجيلاتور مده ما دقيقه تلقاوه جمد. نزيدوا نعاودوا العفسه تاعنا بوغ لا دوزيام فوا، يعني للمره الثانيه وحنا نديروا هذه الطبقه هذه تاع الشوكولا. نزيدو ثاني نمشيو معاه بالعقل، نديرو كامل الجوانب. البينسو يكون رقيق، خدموا بينسو رقيق باش يدخل لكم بارتو. تزيدو تحطوه في المجمد للمره الثانيه ونجبدوه. نزيدو نديرو لاكوش الثالثه او الطبقه رقم 3 بالبينسو ثاني، تمشيو معاه بالعقل ومن بعد هزوه هكذا في الشمس وشوفوا يبانوا لكم عفوا المناطق اللي ماهمش معمرين مليح. عاودوا عمرهم، ما تخشنوش الطبقه تاعكم بزاف باش ما يجيكمش الكاطو تاعكم اللي يجي عضو باغ اكزومبل، تجي الطبقه تاع الشوكولا بزاف وبالتالي تروح لكم البنه تاعكم تاع الكاطو. نزيدوا نعاودوا نقلبوه الكونجيلاتور للمره الثالثه فقط. هنا نروحوا نجيبوا شوكولا، شوكولا تكون بذوق البوينو ايا كان، ما تهمش لا مارك، ميم تقدروا تخدموها في الدار وحدكم اذا جاتكم غاليه مثلا. المهم اللي هنا انا كي رحت نشري ما لقيتش يتباعوا، راهي طوندونس هذو اليامات بعد ما كانت تتباع في لي سوبيريت وقعت ما كانش. المهم لقيتهم يبيعوا فيها بالميزان، شريت كونتيتي صغيره برك. هنا 250 غرام راح تكفيك 15 حبه. راني قاعده نعطيكم في المقادير تاع 15 حبه فقط، وانتم ومن بعد كيما نقولوا ضاعفوا، تقدر من 200 غرام تكفيك كي تكثري من القطايف. هنا بالنسبه للقطايف ما عندكش وزن محدد، ديريها وانتي اللي تتحكمي في القطايف تاعك قداه تزيدي ولا قداه تنقصي. اذا كنتي تحبي الحشو تاعك يكون جاري شويه ما تكثريش الكميه نتاع القطايف. اما اذا تحبيه متماسك كما انا هنا درتو متماسك، ليه نديرو متماسك؟ باش نقص في الحلاوه نتاع الشوكولا تاعتيني هذه، ثم نزيد لها القطايف هكذا بزاف باش نعدل في الذوق، وبالتالي راح تعطيكم واحد الذوق يشبه للشوكولاته دبي مي بالبوينو. ميم هذا الموديل تاع الكاطو تاع اليوم خدمته ثاني بلا بات تاع البيستاشيو، ثاني خرج روعه بصح بدلت له في لابات، يعني انا لابات مشيتها مع الحشو. دوك تشوفوا لابات تاع هذا الكاطو راهي مبدله ثاني. شوفوا دوكا نحشيو الحبات تاعنا هكذا، شغل راكي ديري في شوكولاته دبي بوينو. نحطوهم في الكونجيلاتور، ركزوا معايا، تحطوهم في الكونجيلاتور لمده ساعه ولا وتخدمي. شوفوا الاعوجاجات هذوك اللي قلت لكم من المول، يعني كي تجي راح تشري المول تاعك هذا فيريفيه مليح. هذه هي الطريقه كيفاه تنحيوا الحبات تاعكم، يعني نظفوه من الوسط برك ونحيوهم يكونوا جامدين، باسكو كل ما يكونوش جامدين ما يتكسروا لكم. نروحوا دوكا لابات. بما انه رانا نخدموا في كونتيتي صغيره، العلبه نتاع المارغرين تاع 250 غرام تاع 250 غرام تقسموها على نص وتخدموا. عندكم ايضا صفار بيضاء، زوج مغارف بندق يكونوا محمصين ومرحيين بقشورهم. هنا اللي ما عندوش يقدر يستعمل الكاوكاو، بصح هو بما انه تاع بندق وما فيهش يعني مش حاجه بزاف، فتقدري تستعملي غير زوج مغارف بندق. عندك مغرفه فقط نتاع سكر غلاس، فاني، رشه ملح، ونص ملعقه عطر الكراميل.
يزيد فيه النص لهنا. شوف، تخلطوا هاد المكونات كامل مع بعضهم. صفار بيضه قلت لكم عليها، صفار بيضاء هو تبداو به. بالنسبه لصفار بيضاء ايضا كاين ملاحظه، صفار البيضه هنا راح يخلي لكم الكاطو تاعكم هش جدا. اللي تخاف من الكاطو ولا ما تقدرلوش، دير الصفار تخلط له شويه بياض باش بيجيهش طري لهذيك الدرجه. راهو يجي يذوب في اليد، يعني بزاف يجي طري. نخلطوا العجينه تاعنا بعد ما نضيفوا لها الفرينه. قبل ما ننسى، راهو ما فيهش الخميره، ماشي نسيتها، باسكو دائما كي يشوفوا الكاطو ما فيهش الخميره دائما يجيوني تعليقات اسكو فيه الخميره ولا ما فيهش. ما فيهش الخميره. نروحوا دوكا نحيو قطعه صغيره من العجينه نتاعنا، نحلوها على سطح العمل باش نديروا القاعده. باسكو هنا عندنا زوج حوايج، عندنا القاعده وعندنا هذيك الدائره اللي من فوق اللي تجي كيما الفريرو. نجيبوا المول تاعنا الدائري، نقطعوا بالشكل هذا، يكون قد الحجم نتاع القاعده اللي كنا خدمناه. شوف وين يبقى يبان شويه. انا هنا كي كيلتو لقيتو جاي صغير شويه، فرحت جبت له لاكثر منه نوعا ما. هنا عندنا المول هذا نتاع لي دوم اللي خرج نهار الاول. خلاص شوفوا انا المول تاعي قطعته واحد الوقت هكذا، خدمت به، قلبتهم فرديين وهذو خليتهم هكذا. هاو جا نهار وزدت لقيت حاب يقولوا ضربوا لنا حاله تقطع نتاع نتاع المول وصاي. حطوا العجينه تاعكم بالشكل هذا. دوكا نسويوها كامل في لي دوم تاعنا هادو الصغار. شي زايد هذاك نحيوه هكذا بطرف نتاع سكين، ونكونوا مشعلين الفور تاعنا على 150 درجه ونحطوهم يطيبوا. شوفوا هنا طيبوا القاعده وحدها وهذو وحدهما، باسكو ما يطيبوش في زوج مع بعضهم. نحيوهم بالشكل هذا ونجيو نخدموهم. نروحوا للشوكولا بوينو تاعنا اللي المره الاولى درنا بها لا فارس، ونكونوا خلينا شويه باش نعمروا به الدوائر تاعنا هذو، ونغلقوا واحده فوق واحده. هاد الحلوه هذيك تقعدوا تاكلوا فيها مليئه بلي سوربريز. شغل الفوقاني تلقاوه فارسي بالشوكولا تارتيني هذه بوينو، ومن بعد تلقاو هذيك الطبقه المقرمشه، ومن بعد الكراميل، ومن بعد الصابلي. بزاف هايله. شوفوا هنا رايحين نخدموا الكلاصاج روشي تاعنا بنفس الشوكولا اللي خدمنا بها قبيل. نزيدوا نوازيت مرحيه ثاني ومحمره بقشورها وكلش، نزيدوها هذيك باش دير لنا هذيك الطبقه، هذيك الحبيبات هذوك اللي يجيو في الشوكولا على ورق الطهي. نروحوا نكلاسيو. اول حاجه نجيبوا القاعده نتاعنا وتكلاسيو غير الحاشيه هكذا برك، غير الجناب كيما راكم تشوفوا. نكملوا كامل الكميه ونزيدوا نكلاسيو هذوك الدوائر. شوفوا ديروا الحركه هذه باه ما يلصق لكمش الكاطو تاعكم، في نفس الوقت ما يجيكمش الحواف هذوك زايدين. فهمتوا؟ شغل بعدي هذاك الكاطو تاعك على بلاصتو باش تنحي هذيك الزياده نتاع الشوكولا. هنا شوفوا الطريقه تاع الصاق الطرف العلوي بالقاعده. نغطوه شويه برك في الشوكولا هذيك باش يجي لاصق مليح، ونحطو هنا. ما تنساوش عفسه، شتو كيما يكون هكذا روحوا جيبوا توفيه كراميل. توفيه كراميل عمروا بها هذوك الثقوب. فهمتوا؟ قبل ما تحطوه هذو، انا هنا المقطع وراح لي للاسف الشديد. عمروا الثقوب تاعكم بالتوفيه كراميل، اني نهضر فيها ونعاود. ديروهم بالتوفيه كراميل. اللي ما يحبش التوفيه كراميل يقدر يعمرهم بالشوكولا بوينو سائله هذيك الليكيد اللي درناها الاول. ومن بعد نخدموا الحبيبات الدويرات هذو تاعنا ثاني، نكلاسيوهم كي قريب ينشفوا نحطوهم هكذا. تكونوا عمرتوهم بالكراميل قبل. لا، قاعده نعت لكم انا فقط. هنا كي جيت نروح نعمرهم بالكراميل نسيت ما صورتش، باسكو كان الغدا تاع الولاد صافي راكم تعرفوا هذيك الفتره كيف تستريسيو فيها. هذا هو الكاطو تاعنا، راه واجد. ننصحكم تجربوه، خبيوه للعيد هذا، ديروا به سكسي. وراح نقسم لكم حبه كنتو شفتوها في البدايه، يعني حرقته لكم ديجا. هذه هي النتيجه النهائيه. نتمنى لكم فرجه ممتعه، والى اللقاء في فيديوهات قادمه.